مسا عليكم يا فنزايت، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. وحشتوني كتير كتير كتير، بقالي كتير ما صورتش فيديو جديد، والنهارده جالكم كده بروتين ملوش اي لازمه، ممكن ما تستفادوش منه، ممكن حد جديد يدخل يستفاد منه، بس ان شاء الله ايه يعجبكم وتحطوا له لايك عليه وتسيبوا له كومنت حلو يفرحني. دايما تدعوا لي كالعاده بصلاح الحال، وربنا يحسن دايما ما بين ايدي ويهدي لي حالي ويهدي لي ولادي يا رب، اللهم امين. النهارده كده قلت ابدا يومي كده بكوبايه شاي ومعاها معجنات. قلت بقى مش عايزه اعمل فطار كده، بدل بما اني هفطر لوحدي فكوبايه شاي وقرصه كده. وبما اني بقى اديكي معلومه كده ايه، غيري يومك كده، بلاش كل يوم سندوتشات، خف شويه على الراجل. هنعمل بقى النهارده كوبايه شاي كده. قمت من النوم مصدعه، عندي شويه صداع، قلت مفيش، هي كوبايه الشاي اللي هتظبط لي دماغي. تمام، عملنا كوبايه شاي ومعجنات وهنفطر. وبعد كده كنت جايبه كيلو سردين كده، قلت اما اعمله كده معاكم. اول حاجه جبت الدقيق كده، وطبعا الدقيق ده كان عليه نشا. بس كنت وقتها مخلصه كركم، ما حطيتش كركم، وكنت اصلا بعمل الصينيه وانا ماليش مزاج اصلا لان طبعا زي ما انتوا عارفين عندي مشكله في ايدي، وكانت ايدي وجعاني شويه، فبقالي فتره مريحه من كله يعني. فاصلا كنت بطبخ غصب عني، والحمد لله اتطبخت. وللاسف كمان السردين ما كانش طازه قوي، فالحمد لله. فانا قمت بقى قسمته كده على نصين. اول حاجه طبعا هعفر الحبه اللي معايا دول كده وهرصهم كده في الصينيه بطريقه تجميليه كده، حاجه كده شكلها حلو كده. اهم حاجه ترص السردين كويس يعني بلاش شغل النطوره ده، رصي كده رصه حلوه عشان يديكي نتيجه حلوه ان شاء الله يعني. هعفره بقى كالعاده، وهنكرر لحد كده بقى، ما نخليش بقى الكلام ياخدنا. مننساش نصلي كده على حبيبنا النبي، اللهم صلي وسلم زد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. متنسوش تدعوا لاخواتكم في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويثبتهم، ويرزق جميع المؤمنين فرحة النصر يا رب، اللهم امين. ويرزقنا جميعا سجدة في الاقصى يا رب العالمين. هخلص بقى الكمية اللي معايا، انا عملت حوالي نص كيلو او اقل من نص كيلو. هحطه في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هرصه كويس جدا. وبعد كده طبعا انا كنت حاطه في الصينيه من تحت دهنها شويه زيت زي ما شفتوا معايا كده. وبعد كده هحط عليها شويه زيت من فوق. بصراحه كنت عاملاها من غير نفس، وكمان طلعت مش كالعاده يعني، بس الحمد لله بتعدي. كلنا اوقات بيجيلنا فطور من المطبخ ومن الطبيخ والوصفات والروتين اليومي بتاعنا، هنطبخ ايه وهنعمل ايه. وبصي بتبقى حاجه كده يعني لازم نفصل، محتاجين ان احنا نفصل بجد يعني. لو لقيت حد يفصلكوا تعالوا خدوني معاكم وافصلوني معاكم، لان الواحد حاليا يعني بيجي عليه اوقات اللي هو خلاص انا بعمل حاجه غصب عني، وببقى غصب عني فعلا، لان من كتر ما كل يوم انا بنام هنطبخ ايه الصبح، غدا بكره هيبقى عباره عن ايه، طب هنعمل ايه، طب الولاد هياكلوه ولا مش هياكلوه. فبتبقى الموضوع يعني موضوع صعب جدا على فكره. بس كده خلصنا الصينيه الحلوه دي، هنحط عليها شويه زيت كده من على الوش فوق كده، هنظبطها. اهم من الشغل ظبط الشغل. وبعد كده بقى ندخلها الفرن طبعا على درجه حراره، نفتح الشوايه درجه حراره متوسطه كده، الشوايه والفرن من تحت مع بعض، وتاخد اللون بتاعه تستوى. اول ما هيطلع بقى نكون احنا عاملين التحديقه بتاعته تمام، اللي هي عباره عن هندق توم وعليه شويه كزبره خضراء وملح وكمون وحبه ماء صغيرين جدا، وهنقلبهم وهنحطهم عليها. وبعد كده إيه هنغطي عليه بقى، نسيبه يعرق بقى. هنا بقت الكميه انا كنت شلتها عشان خاطر احطها في الفريزر بقى اليوم تاني يعني. حاولي بقى كده الفتره اللي احنا فيها دي، لو جبت حاجه وحاسه ان هي كتير عليكم، اللي انت حاسه ان هو ممكن يفيض عندك، شيليه حطيه في الفريزر. حتى لو طبختيه شيليه حطيه في الفريزر. بصي هيجي وقت وهتحتاجيه وتقولي كويس جدا ان انا شلت الحاجه دي. انتهى عندك فرخه وانتم مثلا 3 افراد، اعملوا النص وعين النص التاني، هيجي يوم تاني هتحتاجيها. بلاش نعمل حاجه كلها مره واحده في اليومين اللي احنا فيهم دول بالذات. هنا بقى كنت بوريكم ايدي عامله ازاي، للاسف لسه ما خفتش خالص، وكل مدى في تزايد، وكل ما بندخل على الشتا كل ما بيبقى الموضوع صعب جدا معايا بالذات. تمام، فهنا كان عندي كميه مواعين كان قاعده بقالها حوالي يومين، فطبعا ما كنتش ما صورتهاش معاكم لان كان وقتها ايدي لسه تعبانه شويه. فقلت هنا كنت بحاول اثبت التليفون، للاسف ما كانش جايب كل حاجه، فقلت لا هخلص انا براحتي وبعد كده اوريكم بقى الشكل النهائي. هنا بقى طبعا بعد ما خلصت كان الصينيه طلعت زي ما انتم شايفين كده. مش عارفه نشفت ولا ايه اللي حصل لها، بس عامه السردينه نفسها ما كانتش طازه، كانت بايته، وكانت لحمتها زرقاء جدا يعني. فالحمد لله تاكل بصعوبه يعني، تاكل عشان خاطر نحلل فلوسه مش اكتر. وبعد كده بقى حطيت عليه الدقه زي ما انتم شايفين كده، وهحاول اسيبه شويه، وبعد كده هزقه كده بالسكينه لانه كان لازق في الصينيه عشان خاطر يطلع معانا. بس كده هقوم بقى زي ما انتم شايفين
هو والله سهل واكله سهله وحلوه وجميله. حتى النهارده انا كنت في شربين في السوق عندنا، كان السوق نصه سردين بس كان طازه بقى. ده كان بايت او كان بايت مع اللي بتبيعه، او كان بقاله فتره ما تعرفوش كان في ايه، كان ناشف كده وحاشف ومكانش بيطلع اصلا من الصينيه غير بصعوبه. قعدت ازق كده في الصينيه حتى انا يعني ايه، فصلت. انا قلت لا خلاص بقى والله ما انا قعدت مصوره بقت الاكله يعني ما عملتش جنبها غير رز. وقلت بقى ايه وقتها ما تبقى يجي بقى وساعه الغدا يبقى ايه ربك يدبرها من عنده. هطلعه انا بقى في طبق كده. انا عصرت على الوش ليمونه وهدخله ايه، هطلعه في طبق وهغطيه في كيس واسيبه بقى لحد ما يعرق معانا. زي ما انتوا شايفين كده كنت بحاول اضغط بالمعلقه كده بالراحه عشان خاطر ما يتهراش، بحيث ان هو يطلع بس من الصينيه. وبعد كده بقى هرصه. بس هو بصراحه بعد ما عرق يعني كان بدأ يبقى حلو نوعا ما، بس لا يعني مش بيرفكت قوي في كل حاجه. يعني مش كلنا لازم يبقى الحاجه تطلع معانا في كل مره زي الفل. انا حبيت اشارك معاكم الفيديو ده بالذات عشان اثبت لكم ان مش ان مش الواحده يعني اللي فاتحه محتوى طبخ ان هي لازم تبقى بص ماشيه بالسنتي ما بتقعش ما بيحصلش معاها اي حاجه. لا عادي، كلنا بشر، كلنا بنغلط، بيجي علينا اوقات الحاجه يعني بنتعلم منها كتير، فعادي ما دي حاجه ما تعبناش على فكره. هنا بقى كنت حابه اشارك معاكم واوريكم بقى صديقي في المطبخ الحامل ده او الستاند بتاع القهوه ده. هو ده اللي بنقل لكم عن طريقه كل احداث المطبخ، كل وصفاتي، كل روتيناتي، كل حاجه خاصه بعملها في المطبخ. هو ده اللي شايلها بصراحه. يعني مش عارفه من غيره كنت عملت ايه. سبحان يعني ربك بيدبر كل حاجه من عنده. انا ما جبتش ستاند ومش عندي ستاند، هو ده الستاند بتاعي. هنا بقى بعلي وبوطي، بصي معايا في كل حاجه على عالي وعلى واطي. هنا حبيت اشارككم الفكره عشان لو انتي عندك واحد زيه. هنا كان ريان على ايده بيحاول يشد التليفون مني. لو انت عندك واحد زيه او حاجه مقاربه ليه هينفعك جدا في التصوير. بس كده اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومع السلامه.